في الفيديو الاخوان جبت لكم واحد جوج سيارات اللي معروفين هنا في المغرب ومطلوبين من عند الناس. فهاد جوج سيارات الاخوان فيهم ثمن زوين بزاف. من بعد ما قالوا لي بعض المتتبعين خصني نبقى نجيب لكم السيارات اللي رخاص شويه، فكنظن انا هاد السيارات هادو هما ارخص السيارات اللي كاين هنا في المغرب في الفئه ديالهم. فالثمن غادي نناقشوا في الاخر ديال لا فيديو، وغادي نهضروا بالتفاصيل على جميع، غادي نديروا مقارنه فهاد جوج سيارات في جميع النقط ديال الموتوريزاسيون السيكوريتي كل شيء، وغادي نديروا ونخرجوا بواحد النتيجه في كل حاجه فيهم. وغادي نعطيكم في الاخر ديال الفيديو ايضا شكون اللي صالحه ليه سياره سي اليزي وشكون اللي صالحه ليه سياره لوغان. باش ما ننساش الاخوان، في هذا الفيديو رانا كنقلب مزيان باش نجيب لكم معلومات صحاح 100%، ولكن ممكن يقدروا يكونوا شي اختلافات. فإلا عجبتكم شي سياره ما عليكم الا تواصلوا مع الوكلاء المحليين اللي عندكم في المدينه ديالكم باش ياكدوا لكم هذه المعلومات وتكون امور مضبوطه 100%. فالاخوان فنبداو على بركه الله. في اول حاجه غادي نبداو بالموتوريزاسيون. الموتوريزاسيون الاخوان اللي جايه بها سياره داسيا لوغان، فجايه بواحد الموتور ديال سعه 1.5 لتر دي سي، وسياره سي اليزي جايه بواحد الموتور ديال 1.6 لتر اش دي اي. اللي كيبان لينا هو الموتور ديال سياره سي اليزي كبير شويه على الموتور ديال لوغان ب 0.1 لتر. يعني ما غاديش يدير واحد الفرق كثير في الكونسوماسيون، انما يقدر يكون واحد الفرق شويه في الكونسوماسيون حيت السعه كبيره شويه، ولكن الكونسوماسيون غادي نشوفوها في الفقره اللي جايه. وبالنسبه للكونسوماسيون خصنا نتاكدوا ايضا من لي شوفو اللي غادي نقولهم لكم دابا. فبالنسبه لي شوفو فسياره داسيا لوغان جايه ب 95 شوفو، سياره داسيا سي اليزي جايه ب 92 شوفو. فاللي كيبان لينا هو سياره داسيا لوغان فيها لي شوفو اكثر من سياره سي اليزي بواحد 3 ديال لي شوفو. الحاجه اللي تخلينا نقول عاود بان تقدر الكونسوماسيون تكون ديال داسيا لوغان شويه زايده على السي اليزي، هي كما قلت لكم غادي نشوفوها في الفقره الجايه. وبالنسبه للمحركات بجوج جايين بواحد بويسونس فيسكال كيفاش تيقولوا ليها بالعربيه القوه الجبائيه هي 6 ديال لي شوفو فيهم بجوج، يعني كيخلصوا واحد 700 درهم بالنسبه للضريبه، فهي اقل ضريبه بالنسبه للسيارات ديال المازوت هنا في المغرب. وبالنسبه لابوطا فيتاس فلا بوطا فيتاس ديال داسيا لوغان ولا سياره سيتروين سي ايزي فجايين بجوج بواحد لابوطا فيتاس مانيوال فيها 5 ديال السرعات. وبالنسبه لا فيتاس ماكسيمال ديال سياره داسيا لوغان فهي كتوصل ما بين 170 حتى ل 177 كيلومتر في الساعه. فتقريبا عندهم نفس السرعه القصوى. فسياره ايضا السي ايزي ما بين 170 حتى 177 180 ماكس، ولكن توصلها بصعوبه. فتقريبا كتبقى نفس السرعه. فالسرعه الاخوان كما كنقول لكم ديما فهي كتعطينا واحد الفكره على الكونسوماسيون، شحال ما كانت السرعه القصوى كتكون كبر، شحال ما الكونسوماسيون كتكون قل، لان الموتور كيكون مرتاح. فبالنسبه الاخوان الكونسوماسيون حنا وصلنا ليها. فالكونسوماسيون الاخوان فتقريبا راه بحال فيهم جوج. في الطريق الطويله 4% بالنسبه لداسيا لوغان، ما بين 4% حتى 5.5. هذه ما بين الطريق الطويله والمدينه. فاذا كانت الطريق طويله كتكون 4.2، فكتبقى كونسوماسيون اللي زوينه بزاف. وبالنسبه لسياره السي اليزي حتى هي كذلك 4.5. فالكونسوماسيون ما كاينش شي فرق كثير. فالكونسوماسيون نقول لكم الاخوان فهي كيحددها السوغان ديال الشخص. فشحال ما كان السوغان مهدن فالكونسوماسيون كتكون قليله بزاف، وشحال ما كان السوغان شويه اغريسيف فكتكون الكونسوماسيون طالعه حيت كتكسيري بزاف، و لاكسيليراسيون هي اللي كتطلع الكونسوماسيون. فالاخوان نعطيكم مثال. فالسياره مثلا توارق في 6 فالموتور ديالها كبير وفي الطريق طويله الا ما اكسيليريتيش بزاف فالكونسوماسيون اخوان راه ما تفوتش لك واحد 5-6. هذه كنهضروا على سيارات توارق. فما بالك بسياره داسيا لوغان سيتروين سي اليزي الا مشيتي بشويه ومهدن فالكونسوماسيون اخوان فهي قليله بزاف. جوج سيارات بجوجهم عندهم واحد الكونسوماسيون اللي ايكونوميك بزاف مقارنه. فاقل اللي كتبان لي اقل كونسوماسيون اللي كاينه في السيارات في السوق السيارات المغربي فهما كاينين في هاد ما بيناتهم هاد جوج السيارات هادو. كيتصنفوا من السيارات الايكونوميك هنا بزاف في المغرب. وبالنسبه للكوفر الاخوان
فالسيارة داسيا لوغان فيها واحد الكوفر ديال كتهز فيها كوفر ديال 528 لتر، وسيارة سي إليزي فيها واحد الكوفر ديال 640 لتر. فكاين واحد الفرق، السيارة سي إليزي فيها واحد الكوفر شوية كبير على سيارة داسيا لوغان، وإنما الكوفر فالإخوان كيبقى تقريبا بحال راه بجوج عنده كوفر كبير، هو شوية السي إليزي زايد عليها في الكوفر. ونسيت ما قلت لكمش الإخوان في الخلاصة ديال بالنسبة للموتوريزاسيون ديالهم بجوج. الموتوريزاسيون الاخوان ديال جوج سيارات فكيبان ليا فهما مديورين هذا الموتور مديور للمدينه، لي تراجي ديال وسط المدينه ولي تراجي ديال ما بين المدن، يعني لا نافيت ديال 100 كيلومتر في النهار الي روتور. فكتبان ليا طوموبيله مديوره لهاد الخصيصه لهاد المسائل هادو. هي يمكن لك تضرب بها الطريق الطويله، وانما اللي كيبان ليا لي كريتير ديال هاد لي موتور هادو فكيبانوا ليا مديورين بالاخص وسط المدينه ولي تراجي 100 كيلومتر كما قلت لكم ولا نافيت. يعني هاد لي موتور بجوج الاخوان مديورين للاستعمال اليومي. دابا الاخوان نهضروا على الكاروسري شويه. فبالنسبه للطول ديال الكاروسري ديال سياره داسيا لوغان فهي فيها الطول ديالها فيها تقريبا 4 متر و39 سنتيمتر، وبالنسبه لسياره سي إليزي فيها 4 متر و42 سنتيمتر، فما كاينش شي فرق كثير. وبالنسبه للعرض فسياره داسيا لوغان فيها متر و84 سنتيمتر، وسيارة داسيا لوغان فيها متر و74 سنتيمتر فبالنسبة للعرض. وبالنسبة للطول فسيارة داسيا لوغان فيها متر و51 سنتيمتر، وسيارة سي إليزي فيها متر و46 سنتيمتر. فتقريبا الاخوان راه بحال سنتيمتر قلال الفرق بيناتهم في كل بالنسبة للطول ولا العرض ولا الارتفاع. اللي نقدروا نقولوا في هذه الحاله هذو فهما بحال. فهاد العبارات الاخوان كينفعوكم مثلا شي واحد اللي عنده شي كراج ولا شي حاجه باغي يعرف العبار بالضبط ديال كل سياره، فاني قلت لكم العبار ديال كل سياره فيه. دابا الاخوان ننتقلوا للسيكوريتي. فبالنسبه للسيكوريتي فسياره داسيا لوغان وسياره سي إليزي فيهم لي زيرباك، فيهم جوج ديال لي زيرباك القدام، لابيس فيهم بجوج. فبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو لابيس، فلابيس شي حاجه اللي مهمه في السياره الاخوان. فلابيس كتخليك في حاله الا فرينيتي كنتي غادي بواحد السرعه وفرينيتي على غفله بالجهد، فالسياره كتخليك تكونتروليها مزيان وما كتزلقش ليك لا اليمين لا اليسار. كتخليك واخا انت مفريني مزيان فهي يمكن لك تحكم فيها تمشي بها اليمين ولا اليسار في كل امان باش ما تقلب بك ما تزلق بك ما والو. وكتقلل داك المسافه ديال الفريناج، مثلا ما كانش لاباس تفريني على 3 متر مثلا. بس الاخوان شي حاجه مهمه في السياره خصها ضروري تكون. كاين ايضا لي دو فريناج ديرجونس، كاين في سياره داسيا لوغان وما كاينش سي إليزي. فهاد لي دو فريناج ديرجونس فهو مكمل لابيس، فهو يعني في حاله انت فرينيتي على غفله وكان الفريناج ديالك ما كافيش باش تحبس الطوموبيل، فهو كيقاد الفريناج. مثلا فرينيتي شويه فهو كيزيد يفريني، كيقاد هذاك السيستم دو فريناج باش الطوموبيل تحبس بالزربه في حاله كان الفريناج ديالك ما كافيش. فهاد السيستم الاخوان حتى هو ايضا مهم، خصو يكون في اي طوموبيل. فهو كيعاونك باش تفادى لي زاكسيدون، وكيعاونك في الفريناج حيت انت ما تقدرش مع واحد الا بانيكا ولا شي حاجه راه يقدر ما يفرينيش مزيان. فهاد السيستم هذا كيعاونك في الفريم. كاين ايضا اليو اس بي. فاليو اس بي كاين في سياره داسيا لوغان وما كاينش في السي إليزي. فهاد السيستم هذا الاخوان حتى هو مهم بالنسبه للسياره. فهو كيصح لك المسار. مثلا شي رويضه زلقات الطوموبيل تقدر تزلق اليمين ولا اليسار، فهو كيقلل الفريناج على داك الرويضه وكيقاد بوحديته. يقدر يتحكم حتى في الموتور، مثلا حتى الموتور يقدر يهبط ليه لاكسيليراسيون باش كيقاد الرويض باش الطوموبيل تشد لا فوا تشد الطريق ما تزلقش جنب ولا شي حاجه. فهو كيقاد لك التراجيكتوار وكيتحكم في السرعه ديال كل رويضه في حاله كانت شي رويضه مثلا زلقات ولا ديرابات ولا شي حاجه. فهو كيوازن ما بين الرويض اللي بقاو وما بين الموتور باش يتقاد لك التراجيكتوار باش ما تهربش، باش مثلا ما تهربش بك الطوموبيل اليمين ولا اليسار. هذيك الطرا مثلا دخلتي في شي دايد الماء دخلتيها بالنص ديال الطوموبيل، فمثلا ديك الرويضه القداميه اللي على اليمين مثلا ما بقاتش كدور مزيان مع الماء، ما كتبقاش تدور بحال الرويض الاخرين. فهو حيت في هذه الحاله هذا ما كانش اليو اس بي فتقدر تدور بك الطوموبيل. فهو شنو كيدير؟ كيحاول يوازن ما بين ثلاثه الرويض اللي بقاو وما بين الموتور باش الطوموبيل تبقى شاده الطراجي ما تدور لا اليمين ولا اليسار. كاين ايضا ليد او ديماراج اون كوت.
فهاد لوبسيون هادي كاينه في سياره داسيا لوغان وما كايناش في السي اليزي. فهاد السيستم هذا الاخوان في حالتي الا كانت شي طلعه ولا شي حاجه وحبستي، فيمكن لك بالنسبه اللي كاين اللي فيهم هاد لوبسيون هادي يمكن لك تحيد رجليك على لي بيدال كاملين، وفاش كدير بروميي وكتزيد هي كتبقى مفريني راسها، وفاش كدير بروميي وكتزيد فهي اوتوماتيكمون كتطلق الفران وكتزيد لقدام. لوبسيون كتنفع باش ما ترجعش بك الطوموبيل اللور وتمشي تقاس شي واحد باللور، حيت كما كتعرفوا فاش كتفراني في شي طلعه كتبغي تزيد فضروري كترجع بك الطوموبيل واحد شويه اللور، فتقدر تقاس شي واحد الا كان من موراك. وكاين ايضا لونتي ديماراج الكترونيك فيهم بجوج. فاخوان هاد لونتي ديماراج الكترونيك فكيحمي السياره من التشفر بحال شي واحد حل الطوموبيل وجاب ساروت ماشي ديال هذيك السياره، حيت كل السياره كتخرج بواحد الساروت فيه ان كود اللي مخصص لذاك السياره هذيك بوحديتها، كيكون سيكوريزي كاين في الساروت داخل في واحد لابيس في الساروت وداخل في البواسي ديال الطوموبيل. فاذا كان شي ساروت اخر فاين فوا كيدخل في السياره فالسياره ما كديماريش، حيت ما كيوصلهاش داك الكود اللي كاين في الساروت وكاين في البواسي ما كيكونش كومباتيبل، وكتبقى تغوت لان كتعلم بان شي واحد باغي يديماريها بشي ساروت ماشي ديالها. فهذا السيستم ايضا الاخوان فهو جد مهم لحمايه السياره من التشفر. فهاد لوبسيون هادي ففيهم بجوج. وكاين ايضا لي فار اونتي برويار كاين في السي اليزي وما كاينينش في داسيا لوغان. وبالنسبه لي فيرميتور ديال لي بورت ففيهم بجوج، في حاله السياره كتحرك فلي بورت كاملين كيتسدوا اوتوماتيكمون. وكاين لي زوفيكس كاين في داسيا لوغان وما كاينش في السي اليزي. والاخوان دابا ننتقلوا للكونفور. بالنسبه للكونفور فسياره داسيا لوغان فيها واحد لورديناتور دبور، بالنسبه لسياره السي اليزي ما فيهاش. ريغولاتور دو فيتاس كاين في سياره داسيا لوغان. هذا الريغولاتور دو فيتاس كديروا على واحد لا فيتاس اللي باغي انت مثلا مشيتي غادي مثلا في لوطوغوت السرعه القصوى هي 120، يمكن لك تفيكسي السياره. هذا الريغولاتور دو فيتاس يمكن كيخليك باش تفيكسي السياره على سرعه 120 وتهز رجليك من لي بيدال كامل في حالات كانت الطريق خاويه. طبعا اذا كانت الطريق طويله وخاويه، اما اذا كانوا السيارات فراه خطر هذا السيستم هذا، فخاصك تانولي، خاصك تحكم انت يكون داكشي مانيوالمون، انت اللي كتسوق السياره وانت اللي كتحدد السرعه. و فوا تخوى الطريق ما يبقى حتى شي واحد، يمكن كانت الطريق طويله مثلا فيمكن لك تفيكسي السياره على سرعه 120 كيلومتر في الساعه وكتهز رجليك من لي بيدال، الحاجه اللي كتخليك كتريحك في السفر، وكتبقى شادي الفولون وكتشوف قدامك حاضي لي يخرج شي واحد ولا شي حاجه. وهو اون فوا كتقيس الفخان ولا هذا كيتانولا اوتوماتيكمون. شي بالتجربه الخاصه ديالي ما عرفتش سيارات اخرين شنو فيهم، وانما السيستم كيخدم بحال هكا. بالنسبه للكوموند او فولون ففيهم بجوج، لي ريتروفيزور الكتريك فيهم بجوج. بالنسبه للبلوتوث فيهم بجوج حتى هو، هادو راه معروفين ما يحتاجوش الشرح. وبالنسبه للبور يو اس بي فيهم بجوج، الراديو فيهم بجوج. وبالنسبه للكليماتيزاسيون فمانيوال فيهم بجوج. وبالنسبه للفولون فريغلابل اون هوتور اي اون بروفوندور في داسيا لوغان. وبالنسبه للسياره السي اليزي فا اون هوتور ماشي اون بروفوندور. وبالنسبه لي فيتر الكتريك هي القدام فيهم بجوج. لي فو دو جور فيهم بجوج. الفو ليد كاين في السي اليزي وما كاينش في داسيا لوغان. والضو لا سيارة داسيا لوغان ولا السي اليزي فالضو فيهم بجوج الوجين، يعني ضوء عادي ماشي لاد ولا اكزينون ولا شي حاجه، فهو ضوء عادي. فمن بعد هادشي اللي هضرنا عليه ومن بعد التجربه ديالي وداكشي اللي شفتو انا، هذا كيبقى راي ديالي خاص، يقدر شي واحد اخر يكون عنده شي راي مختلف من بعد ما يشوف هاد جوج السيارات. فانا من بعد التجربه ديالي ديال هاد جوج السيارات فبان ليا بان المواد المستعمله في سياره السي اليزي شويه جوده على المواد المستعمله في داسيا لوغان. وانما الكوفر ديال السي اليزي كبير شويه حتى هو على داسيا لوغان. وداسيا لوغان فيها الكونفور، لي زوبسيون دو كونفور زايدين على السي اليزي، ففيها لورديناتور دو بور، فيها ليميتور دو فيتاس. هادشي ما كاينش في السي اليزي. وداسيا لوغان فهي ايضا زايده على السي اليزي في لي زوبسيون دو سيكوريتي. فهادي ديما كنهضروا على لونتخي دو غام، بحال كتطلع في لاكام ولي زوبسيون كيتزادوا فيهم بجوج. انا اللي بان لي الاخوان في جوج السيارات هذا كيبقى راي ديالي خاص من بعد التجربه ديالهم، بان لي بان سياره السي اليزي كتصلح لونطراجي
لي طراجي طوال، فهي بانت ليا كونفورطابل. وسيارة داسيا لوغان براتيك في وسط المدينة، وبالنسبة لانافيت بانت ليا براتيك وأخص وسط المدينة. فهي فيها ديك لي سيستيم سيكوريتي مثلا، ديماراج اون كوت اللي كيعاونك فاش مثلا وقفتي في شي طلعة، ولا مثلا عطيتكم غير مثال. فهي بانت ليا بزاف، وفيها بزاف د الحوايج اللي كتعاون في وسط المدينة. تا السيليزي حتى هي مزيانة وسط المدينة، وإنما أنا بعد التجربة ديالي ديالهم بجوج بان ليا بان سياره السي اليزي زوينه في لي لونطراجي، وسياره داسيا لوغان في المدينه براتيك. وانما راه بجوجهم يمكن لكم تصلحوهم في اي حاجه، يعني هذا هو الفرق اللي بان ليا. فهذا الاخوان، فهذا رايي شخصي ماشي نصيحه، هذا رايي الشخصي ديالي. فقبل الاخوان ما تاخذوا شي قرار، فديروا البحث ديالكم حتى نتوما باش يكون القرار صحيح 100%. فننتقلوا دابا الاخوان للثمن. فالثمن ديال سياره داسيا لوغان 15 مليون و40 الف ريال. وبالنسبه لسياره السي اليزي فالثمن ديالها هو 16 مليون ونص. الاخوان فمقارنه بالثمن مع الجوده فبجوجهم فيهم ثمن جد مناسب. وكيبقاو هما السيارات الارخص السيارات في السوق المغربي في الفئات ديالهم في المازوت. فراه ما كاينش الثمن قل منه في المازوت في المغرب. فاللي نقدر نقول لكم، فاللي عنده اللي كتعجبو السي اليزي وعنده الفلوس باش يزايد هذاك، عنده داك 16 مليون ونص، فكتعجبو السي اليزي الشكل ديالها وكل شيء، فيتوكل على الله في السي اليزي. واللي عنده 15 مليون و40 الف ريال فيمكن له ياخذ داسيا لوغان. واخا كتعجبو السي اليزي وما عندوش الفلوس باش ياخذ السي اليزي، فكنأكد لك بان داسيا لوغان فهي سياره مخيره، حتى هي مطلوبه في السوق، والبياس ديالها موجود ورخيص. واللي عنده واللي كتعجبو اصلا سياره داسيا لوغان فهي كتبقى بهذاك الثمن ديال باديه من 15 مليون و40 الف ريال. ويمكن لك تزيد فيها دي زوبسيون الا بغيتي وتزيد في الثمن حتى هو، وكتبقى سياره مخيره حتى هي. وهذا هو الفرق الاخوان اللي كاين ما بين هاد جوج السيارات هادو. ونتمنى نكون عطيتكم النقاط المهمه اللي كانوا خاصينكم باش تقدروا تحسموا في الاختيار ما بين هاد جوج السيارات هادو. وما تنساوش الاخوان تبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم مهتمين بهذا المجال هذا ولا واحدين في الاختيار ما بين هاد جوج السيارات هادو. وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. واحد اللايك اللي كتشجعني بزاف باش نقلب لكم في هذا المجال هذا ونجيب لكم كل جديد. وتبارك الله عليكم.